السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة الفول المدمس، بس هندمسه بقى، مش هنجيب الفول التاني، هنجيب الفول ده ونغسله كويس قوي قوي قوي، اللي هو الفول المدشوش ده نص كيلو. غسلته لحد ما المية البيضة دي راحت خالص، تمام. وبعد كده نقعته لمدة ساعتين يا دوب قبل ما تشطبي المطبخ. دي كوباية عدس غسلتها كويس جدا لحد ما المية البيضة راحت خالص، وبعد كده نقعتها شوية. ودي كوباية عدس بجب، تمام. خليكم معايا وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. جبنا حلة وليها غطا بيتحكم عليها يعني، فضينا الفول مدشوش وحاطين مية بتغلي على النار، تمام. هنفضي العدس، تمام كده. هنحط قطعتين صغيرين زي ما هما، بس بنشيل الحتة اللي ورا العنقود بتاعها كده، تمام. دلوقتي هولعنا عليه، حطيناه على النار، تمام كده. المية بتغلي. هنا ملكوش دعوة بالبتنجان ده، انا بعمل بتنجان ببغلوم للولاد، بعملهم الغدا وانا بعمل. احنا اتفقنا قبل كده طول ما احنا واقفين في المطبخ نشغل نفسينا، بنعمل حاجة منقفش عليها، نخليها على النار ونعمل حاجة تانية، تمام. هنبتدي بقى نقلب، تمام كده. هنقلبها، دي تقليبة حلوة كده، ونحطها على النار. انتي ما عندك طريقتين، يا اما تسيبيها كده على نار عالية، يا اما زي ما انا بعمل كده بعد ما تغلي غلوتين هحطها على العين الصغيرة وهدي عليها واسيبها تغلي براحتها، تمام. خليكم معايا لحد ما نشوف. الفول ده حلو قوي للاطفال، حلو قوي للناس اللي بتشتكي من القولون والقشره بتاعه الفول. سهل وسريع وهيعجبكم ان شاء الله. جربوا الطريقه دي بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما عدى ساعه غالي كويس قوي واتهرى خالص في بعضه، سيبه يهدى. عايزه بقى تضربيه في الخلاط، عايزه بالهراسه بتاعه البطاطس اللي انت عايزاه بقى. هاند بلندر عندك تهرسيه فيه اللي يعجبك، تمام. ادينا طفينا عليه. وبرضه في نفس الوقت عملنا البتنجان البابا غنوم، هنحطه هنا بس عشان تعرق ونعرف نقشرها بكل سهولة. هخليها تبرد ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا استنينا بقى لما استوى، تمام. حسيت انه فاتح فحطيت معلقتين، معلقتين الاكل بالظبط كده. المعالق دول بابريكا عادية مش مدخنة، تمام. كده بقى هنفضي في الشفشق. عندك هاند بلندر، عندك شفشق، اللي انت عايزاه. هرست تمام كده. هنضربه في الخلاط وهنطلع، تمام كده. لونه حلو جدا وقوامه تقيل وجميل وخفيف خالص على الناس بتوع قولون الأطفال. الولاد بيحبوا الفول المطحون من المطاعم، فكده حلو قوي. هكمل بقية الكمية وهنعبيها في أكياس ونشوف كل كيس طلع قد ايه. بنحط كده كيس وتحاولي تخلي فيه طبق عشان ايه يملك شوية كيس، تمام. زي كله هو عشان تقيل ثابت في الشفشة. انا حطيته في الشفشة بس عشان ايه اعرف احطه في الاكياس واكيسه من غير ما يعوز الاكياس، تمام. وبهدل الكيس وبهدل ايديا. ادي الكمية دي كيسناها وحطيناها في الفريزر، والولاد طبعا ما استخدموش. خدوا طبق كبير والطبق التاني حروقه. الولاد خد طبق زي ده مليان. انا بقول لكم بس عشان تشوفوا الكمية اللي احنا عملناها هتكفيكوا ايه قد ايه، تقدري انت ساعتها تتحكمي ازود شوية انقص.
عايزة اللون أتقل، عايزة اللون أخف من كده، طبعا بقى فلفل أسود وكمون وملح وبصل بقى، تاكلي شوية فول. بحب أكتر الكمون، أغرقه كده كمون. كده حوجنا الفول وخلصنا. كل سنة وانتم طيبين. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ ادي كيس 2 3 4، وادي طبق كبير وفي طبق تاني، يبقى كده ايه 7 اكياس. يعني لو كل اسبوع هتجيبي بكام فول كل اسبوع عشان السحور؟ هو الاساسي الفول على السحور. احسبيها وشوفي، ونظافة وتوفير وحاجة ضمناها في البيت.